أصاب سهمه مركز الهدف بدقة، ومع دوران الحلق وسقوطه ذهل الجميع. وفي اللحظة التالية ارتطمت الآلة بمسامير، وبدأت الكرات بصب الرمل في أوعية طينية. توالى انكسار الكرات الزجاجية، ومع ثقل الرمل في الأوعية قطع خنجر بالجانب الآخر الحبل، فتدحرجت الأواني الفخارية فوراً. وقبل استيعاب ما يحدث تهاوت الأواني كقطع الدومينو. في غضون لحظات امتلأ الحوض وبدأ يفيض. جرت المياه في القنوات حوله وتوسعت ببطء. راقب المتفرجون كل شيء بذهول. فجأة سقطت قطرة كثيفة قرب أذن أحد الرجال، لمسها بإصبعه ووجدها زيتا. وفجأة تدفق الزيت من الجدران من كل جانب، ومع شعور الناس بالخطر تراكضوا في كل صوب. لا تهرب، الله يراك. اكتب يا الله وانشر القرآن. إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. في الوقت نفسه انصدى الباب الحديدي محاصرا الجميع، وأشعل جنود السور سهامهم. وعندما انتشر الزيت في كل مكان رفعوا سهامهم المشتعلة، وبأمر واحد أمطرت السهام الملتهبة مباشرة إلى الساحة. اشتعل الزيت على الفور، وامتدت ألسنة اللهب على مسارات المياه نحو المدرجات. حينها قفز توم، ومتفاديا السهام المتساقطة واصل رشق الرمل لإخماد النار. بسرعة وصل للمصدر وأغلقه، موقفا الدمار.